من حليب الصيف ومن غير اي اضافات خالص. هنشتغل النهارده فيديو بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، هقولك فيه اكبر معلومات واكبر كميه من المعلومات اللي هتستفادي منها النهارده ان شاء الله. كده بنشتغل شغل صيف، خلاص موسم الصيف دخل علينا، كل سنه وانتم طيبين. هنشتغل شغل جميل علشان نطلع اكبر كميه من القشطه من الحليب بنفس الشكل. بيجيلي تعليقات كتيره في الفيديوهات بتاع الجبنه بتاعت السنه اللي فاتت واللي قبلها، الجبنه بتشرش مننا كتير، مفيش قشطه كتير، اللبن مش عارفين نحطه في التلاجة ولا نسخنه ولا نحطه على الرخامه من غير حاجه. عايزين نعرف الموسم بتاعنا هنشتغل فيه بايه. احنا بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، خلاص في اخر شهر 4، خلاص الصيف دخل علينا، كل سنه وانتم طيبين وهنعمل شغل جميل. تعالوا هنسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى، اللهم صل وسلم وزد وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله وعلى اليك واصحابك اجمعين. النهارده طبعا عندنا ده شغل صيف وبسم الله اللهم بارك اللهم بارك، زي ما انتم شايفين نتيجه ممتازه في القشطه ونتيجه اكبر من الممتاز في الجبنه. وتعالوا نشتغل مع بعضينا من غير اي اضافات خالص ومن غير ما ندفي حليب ومن غير اي حاجه خالص. بس تعالوا هنسمي بالله ونصلي على الحبيب المصطفى وندخل على الفيديو بتاعنا. عندنا هنا في البدايه خالص الميزان ومصفرينه وحاطين عليه الطبق ولا الحله بتاعتنا. وفي الصيف ما بنحطش الحليب على درجه الحراره خالص، يعني مش بنحطه على البوتاجاز خالص، تمام كده. في الصيف لو جايلي الحليب مجمد او ساقع بحطه على الرخامه على طول واغطي بعد المرحله اللي احنا هنطلعه منها من التلاجة، تمام. لو الحليب جاي دافي زي دفيان العين زي اللي انا جايباه النهارده ده، يعني الحليب ده لسه احنا حالبينه دلوقتي وجاي، هنشتغل فيه زي ما انتم شايفين. الكميه عندنا اللهم بارك حوالي 20 كيلو، قسمناهم على الطبقين، طبق منهم صغير شويه اخد حوالي 8 كيلو مثلا، والتاني اخد ال10 ولا ال12 كيلو التانيين. يعني احنا كده اشتغلنا في الطبقين ال20 كيلو، اللهم بارك اللهم بارك، هيطلعوا لنا نتيجه فوق الممتاز. ويقدروا انك انت تخزني بيهم في بيتك، مش تحتاجي تشتري خالص من بره. واشتغلي بس شغل مظبوط معايا واسمعي الفيديو وما تسيبيش ولا خطوه بالله عليكي، علشان خاطر تعملي شغل كويس وتطلعي نتيجه كويسه. ما تحتاجيش خالص انك انت تشتري حاجه من بره، لا غاليه ولا مغشوشه ولا كاني ولا ماني، تمام كده. تبقى انت عامله الحاجه بثقه كده في بيتك وحاجه نظيفه. فضيتي الحليب من الجردل اللي عندي او من البرميل او من الحاجه اللي انا جايباها او من الازايز على حسب الكميه اللي انت هتجيبيها، وعلى طول على التلاجة. دي في المرحلة امتى؟ ده في المرحلة لو الحليب عندي دافي دفيان دمعة العين، يعني لسه جاي من الجاموسة، حالبينه من الجاموسة، بيبقى دافي كده زي دمعة العين زي رضعة البيبي كده، تمام. طيب انا لو جايباه متلج هقولك دلوقتي. طيب انا كده حطيته في التلاجة، يعني مثلا لو جبته المغرب، الست حلبته المغرب، يعني مثلا لو انا جبته المغرب بطلعه الصبح من التلاجة ببيته طول الليل. لو انا جبته الصبح بقعده طول النهار في التلاجة، كده بيت طول الليل وجيت طلعته الصبح اهو. عمل لي كميه من القشطه الممتازه الجميله دي، والحليب تحت سايل زي ما هو، بس اخد درجه حراره التلاجة. في المرحله دي اكأن عندي حليب شتا، تمام. يعني انا المرحله بتاعتي دي اللي بحط فيها في التلاجة دي علشان اوصل الحليب اكأنه بدرجه حراره الجو الشتوي، تمام، علشان يطلع لي جبنه جميله. يعني الجبنه بتاعتي ما تكونش مفروله ولا تكونش مأستكه كده ولا تكونش ناشفه ولا تكونش عامله زي حتت ناشفه قوي كده، لا، اكل جبنه فيها قشطه كده من جوه. يعني اكل جبنه زي في ناس تحب تخزن جبنتها وسمنتها في الشتاء علشان خاطر الجو بيكون ساقع والحليب بيبقى واخد نفس درجه الحراره اللي انت شايفينها في الحله دي، ماشي، يعني رطب. علشان كده بيعمل لي نتيجة في القشطة ممتازة ونتيجة في الجبنة كمان فوق الممتاز. فاحنا علشان نعمل زي الشتاء نودي الحليب بتاعنا التلاجة ياخد درجة حرارة التلاجة لمدة 10 ساعات أو 12 ساعة، وبعد كده بطلعه على الرخامة بنفس الشكل. طيب أنا بقى لو جايبة الحليب أصلا مجمد بحطه بنفس الشكل ده من هنا كده بالظبط، وتمشي تكملي زي ما احنا هنكمل. اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا رب اللهم امين. بحطه على الرخامة بنفس الطريقة، بياخد معايا 15 ساعة، من 12 ساعة ل 15 ساعة بالظبط. يعني لو 10 ساعات وطليتي عليه يكون افضل. ليه بقى يا ام يوسف؟ تعالي هوريكي ليه. طيب انا جيت هنا علمت بصباعي بس كده، شفت الجبنه من تحت لقيتها بدات لسه حليب، سبتها ساعه كمان لقيتها لسه حليب شويه، سبتها ساعه كمان، من 10 ساعات جيت لقيتها نفس الشكل كده، طريه وحلوه وجميله مزبده وجميله كده، ما بداتش تخرم لانها كده وقتها الصح. يعني اخدت معايا حوالي 12 ساعه بس على الرخامه في المطبخ. ولقيت القشطه بتاعتنا، طبعا القشطه صح من جو المطبخ. هنعمل ايه بقى؟ هنعمل المرحله اللي جايه، بس تعالى اوريكي هنا الاول. برضو نفس الشكل، الوش هنا عندنا بسم الله اللهم بارك تبارك الرحمن اللهم بارك، بسم الله ما شاء الله جميل. طيب والجبنه عندنا اجمل واجمل اللهم بارك. هناخده بقى في المرحله دي نعمل ايه تاني بقى؟ مش انا بقول لك شغل الصيف محتاج شغل شويه، بس بطلع نتيجه افضل من شغل الشتاء، تمام. شغل الصيف بيكون اسعاره هاديه شويه عن الشتاء،
فبيطلع معاكي نتيجة حلوة. اما شغل الشتاء بيكون الاسعار عالية، فمش هيطلع معاكي، الحليب بيكون عالي يعني في السعر، فاهماني؟ انت لو جبت حليب الصيف واشتغلتي فيه هتشتغلي فيه اجمل من الشتاء. بس ركزي معايا في الفيديو وخدي كل معلومة في وقتها علشان تعمليه الصح. هاخده بقى كده اوديه التلاجة تاني، تمام؟ ويا ريت بقى يكون عندنا تلاجة فاضية للحليب. انا عارفة ان الزحمة والعيش والاكل والحاجات دي كلها، بس غصب عننا بنفضيها اليوم اللي احنا هنستخدم فيه التلاجة في الحليب ده، وبعد كده يبقى نحط تاني، تمام؟ ده كمان اللي عندها مشروع بقى الله يعينها. بس احط الحليب عندي هنا واغطيه علشان ما يتعكسش من التلاجة، وفي الوقت نفسه الوش بتاع القشطة بتاعتي ما يصفرش. اللهم ارزقنا من واسع فضلك يا رب. طيب تعالوا بقى نطلعه من التلاجة كده بعد ما اخد 12 ساعة كمان او 15 ساعة كمان في التلاجة. يعني انا المرحلة الاولى بحطه في التلاجة من المغرب للصبح، بطلعه بره التلاجة من الصبح للمغرب، بدخله تاني التلاجة من المغرب للصبح التاني، تمام كده؟ وببدأ اشتغل بقى. اللهم ارزقنا من واسع فضلك، معلش. طيب كده بقى بدأت جبت القشطة بتاعتي اللي بسم الله اللهم بارك اللهم بارك، حاجة كده حلوة قوي. صلوا بينا على الحبيب. اللهم بارك اللهم بارك لينا وليكم ولأصحاب الحليب، ويرزق الجميع من واسع فضله الرزق الحلال الطيب المبارك الواسع. ربنا يوسعها علينا وعليكم. بصوا حبايبي، كل اللي بيشتغل بنية صافية وبضمير وبما يرضي الله، حتى لو الرزق قليل بس ربنا بيبارك فيه. لو انا لا قدر الله شغل مش قوي فربنا بيرزقني ايوه كتير، وبقى عيني ما بتتمليش وما بشبعش، بس في الوقت نفسه القرش حرام، وحرام ان انا ااكل بعيالي. فحاولوا اللقمه الحلال يمكن ربنا يكرمنا تاني والدنيا ترجع الخير فيها تاني زي زمان. بسم الله اللهم بارك. الجبنه عندنا جميله والقشطه عندنا اجمل واجمل، اللهم بارك، عشان اشتغلنا صح. المرحله اللي فاتت دي لو اشتغلت فيها صح مع الحليب هتطلعي الانتاج الجميل ده. مفيش حاجه اسمها الحليب مغشوش، مفيش حاجه اسمها الجبنه باظت مني، مفيش حاجه اسمها اصل الحليب مش عارف، لا. هاتي الحليب واشتغلي فيه صح، هتوديه التلاجة الاول ياخد ترطيبه من التلاجة، وبعد كده تطلعيه على الرخامه، بس تطلي عليه على طول، تضبيه على طول زي الطفل الصغير لما بتقضي مصلحه وتخلصيها وتلاقيه هو نايم، بتروحي تطلي عليه تشوفيه ماله، فهمت؟ هي زي الحليب زي ده. جبنا الميزانه بتاعتنا وصفرناها زي ما انتم شايفين، بدات تهنج معايا الميزانه دي، مش عارفه ليه عايزه تمشي وتسيبني بقى، مش عارفه اقول ايه بالظبط. يلا بسم الله بسم الله اللهم بارك. صفرت الميزان على الطبق وشغلناها تمام، وجينا بقى مع بعضينا نشيل القشطه. اللهم بارك بسم الله ما شاء الله اللهم بارك، حاجه حلوه قوي. المهم بقى ان انا الحليب عندي ما يكونش معكوس، اصفيه لو انا مش واثقه فيه. لو انا مثلا الست اللي بتجيبه لي دي طبعا انا بجيب من مكان يعني هي وسلفها شغالين مع بعضهم، اللهم ارزقهم من واسع فضله. فهي بتصفي الحليب مش بتبيعه خالص الا لما بتصفيه الاول، بحيث مثلا لو تبنيه او حاجه جات من الست وهي بتحلب غصبا عننا، يعني بيكون غصب اللي بتحلب كتر خيرها، بيغسلوا نظيف، اللبن ما فيهوش زفاره، اللبن يكون نظيف. اهم حاجه اهم حاجه تجيبي الحليب يكون نظيف، يكون ما فيهوش ريحه زفاره علشان الجبنه عندك تكون نظيفه، ما تكونش زفره، ما تكونش القشطه عندنا فيها ريحه زفاره، الجبنه، الحاجات دي كلها لازم حاجه الحليب تكون نظيفه. اخدت بقى وش القشطه بس، ما باخدش خالص من الجبنه من تحت. ليه يا ام يوسف؟ عشان لو خدت من الجبنه من تحت بتخلي لي القشطه تعوق معايا لغايه ما اخدها. يعني انا بفكر ان انا كده هزود حجم القشطه، بس لا، بتطلع في المش اللي هي بنعمله مش ابيض اللي انتوا بتسالوني عليه. يعني ايه مش ابيض؟ هوريه لكم ان شاء الله في اخر الفيديو بعد ما نصفيه من القماشه، عشان ناس كتيره سالتني على القماشه وسالوني انت بتعملي فيها ايه، والحامض اللي بينزل من القشطه بتعملي فيه ايه. كل ده هنجاوب فيه ان شاء الله كده في الفيديو، احنا داخلين مع بعضنا بس مرحله مرحله. تمام بسم الله. هاخد بقى كل القشطه دي وحروفه الطبق هاخدها برده معايا، بيكون عليها نسبه من القشطه، وخساره بتروح في الدعيك لما باجي ادعكها. لا، احرص على حاجتي وحاجه الحليب، يا ريت ما اوديش منها بحاجه في الحمام علشان برضو ربنا ما يحاسبناش، وربنا يغفر لنا وليكم وللجميع. وكل اللي عدى بغلطه ومش عارف، ما فيش مشاكل، بعد كده بنتعلم وبنتنصح ونعرف الصح من الغلط. وربنا يرحم اللي ماتلنا اللي علمونا وشطرونا، وربنا يبارك لنا في امهاتنا ويبارك لنا فيهم يا رب. ودعوا منكم لحماتي كده، ربنا يرحمها وينور لها قبرها يا رب كده، وربنا يصلح حالك يا امي ويشفيك ويعافيك يا رب، اللهم امين. لان هم السبب في اللي احنا اتعلمنا الحاجه دي. يلا جينا بزنا طلعوا كام؟ اللهم بارك 3 كيلو ونص. تمام 3 كيلو ونص من القشطه. شوفي انت لو عايزه مثلا تبيعيهم قشطه هتبيعيهم بكام، لو انت عايزه تحوليهم لزبده هتحوليهم، هيوصلوا لنا برده الكام، هنكمل مع بعضينا. عايزه بقى تخليهم زي ما هم كده في التلاجة، انت هتاكلي منهم كده في التلاجة اللي يريحك، كل واحد بقى حسب حريته. تمام
يلا حبايبي تعالوا بقى كده بعد ما خلصنا القشطه بتاعتنا والدنيا تمام، طفينا الميزان بتاعنا وتعالوا نشوف الجبنه. شايفه الجبنه بتاعتي بقى مزبده وجميله، ما هياش بقى ناشفه وفيها عامله زي الفشه والكلام ده كله، لا. بالنسبه لحليب الصيف حاجه ما شاء الله اللهم بارك. هتعرفيها امتى بقى؟ لما تيجي تقطعيها من الحصيره. لو هي حاجتك تمام بتعرفيها من هنا من المرحله دي، بس انا عشان اوريك الاكتر واحنا بنقطعها من الحصيره هتشوفي حاجه كده بسم الله اللهم بارك، حاجه كده جميله واحلى من جبنه الشتا كمان. طيب جبت الصينيه بتاعتي او القروانه او الطشطيه وحطيت فيها حاجه من النص، يا اما عصايه عليها من فوق. انا طبعا الاطباق دي فيها سنه رافعه شويه من القلب بتاعها كده من الوسط، فهي هترفع لي الحصيره بحيث ان الحصيره ما تلمسي الميه اللي هتنزل منها في الصينيه تحت. تمام كده. اي حاجه بقى، عندك شبكه، كنا عاملين فيديوهات قبل كده وحاطين فيها شبكه، كنا عاملين فيديوهات قبل كده وحاطين الجبنه في المصفى والقماشه، ما كانش عندنا حصيره وعملناها للناس اللي ما عندهاش حصيره. الحصيره دي هتجيبوها منين؟ نجيبها من اللهم بارك من اي سوق قريب منك، او اي ست فلاحه بتبيع عندك زبده وجبنه قولي لها هتجيبها لك من البلد اللي هي منها، وهتجيبها لك السوق اللي بعديها وحاسبيها عليها، ماشي. طيب جبت بقى الجبنه بتاعتي والحصيره عندي تكون نظيفه، وبديها نفضتين كده، بمسك بايدي اليمين وايدي الشمال الايدين بتاعتها واقربهم لبعض بسكعتين ثلاثه كده، بحيث لو فيها تراب او فيها اي عفاره من الجو تنزل منها. بس الاصلح ان انا بكون غسلها قبلها بيوم. يعني انا مثلا هعمل الجبنه دي بكره بكون غسلها النهارده حتى لو هي نظيفه. بغسلها ليه بقى؟ بتخلي لي حته الجبنه بيضه زي الكهرمان كده. تمام. يبقى انا لما باجي اكل حته الجبنه عمرها ما بيكون فيها عكاسه طالما الحصيره عندي نظيفه والحليب عندي من الاساس نظيف. تمام. بس كده، علشان كده الحليب دايما امي وحماتي كانوا دايما يقولوا ايه؟ النظافه 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 ثم النظافه. ليه؟ لا دبانه ولا كاني ولا ماني والكلام ده كله ما يجيش على الحصيره بتاعتك. حتى لو لا قدر الله انت غسلاها وركناها يوم واتنين ما حطيتيش جبنه، قبل ما تحطي فيها تاني لازم تغسليها، علشان ما يكونش في ريحه زفاره، ما تكونش الحصيره مكتومه في مكان وتكون مش مغسوله من المره اللي فاتت كده. تمام. نزلت الجبنه اللي هتكفي الحصيره دي، لان الحصيره دي ما شاء الله اللهم بارك كبيره، فاخدت تلتين الجبنه اللي عندي، اخدت طبق وخدت نص الطبق التاني. جبت حصيره تانية، انا كنت بيني وبينكم بقول احطهم كلهم في الحصيره الكبيره، بس لقيتها هتبقى قطعتها كبيره بزياده عن اللزوم قوي وما يبقاش شكلها لطيف لما نيجي نقطعها. طيب جبت الحصيره التانية برضو واديتها نفضتين برضو زي ما انتم عارفين، وبدات حطيتها بحط الحصيره الوش اللي ما فيهوش اربطه فوق على الوش. تمام. الوش اللي ما فيهوش اربطه، مكان الدبار اللي في قلبيها ده اللي ماسك السمر في بعضه ما يكونش فيها اربطه فوق، الاربطه دي بتكون تحت علشان ما تجيليش في قلب الجبنه وتعملي فيها شعرايه كده مش حلوه. بسيبهم هنا امتى بقى؟ حوالي نص ساعه. طيب في النص ساعه هنقعد؟ لا مش هنقعد، هنخض الزبده بتاعتنا اللي هي القشطه هنحولها لزبده. تمام. بحته المضرب السلك عندي وبشتغل بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه. ما عنديش مضرب سلك، عندي مضرب كهرباء، اشتغلي بايدك وجعاكي خالص. ما عندكيش مضرب ده ولا ده، اعملي بايدك، ايدك وجعاكي خالص حطيهم في برطمان ولق لق لق، اي عيل من عندك او زوجك او اي حد يضربهم لك كده في الخلاط كده هتلاقيهم زي الفل زي ما انت شايفه كده. دقيقتين ثلاثه وتلاقيهم اتحولوا لنفس الشكل، دقيقتين كمان وتلاقيهم اتحولوا لك لزبده وبسم الله اللهم بارك. في المرحله دي ما بتستويش معايا ليه؟ ان انا واخده جبنه من تحت. لما ببقى واخده جبنه من تحت من الجبنه مع القشطه بتبقى بنفس الشكل. طيب لو انا مش واخده جبنه بتتشكل معاكي بنفس الطريقه وبتبقى حلوه قوي، ما بتاخدش معاكي اي وقت خالص. وبالايد كمان لو انت غاسله ايدك ومنضفاها كويس كويس قوي وايدك نظيفه وخضيتي بايدك ما بتاخدش وقت اكتر، يعني 5 دقايق بس بالظبط كده وبسم الله اللهم بارك بتلاقيها خرزت معاكي وعملت زبده والدنيا تمام. طيب انا عايزه خض الزبده ده بقى يا ام يوسف كانه زي القربه بالظبط. هقول لك تعمليه ازاي دلوقتي. يبقى ريحه الزبده البلدي بتاعه القربه تمام وانت كمان ما عندكيش قربه. هضرب بس كده شويه لغايه ما تيجي لمرحله معينه، وهضيف لك اضافه دلوقتي هتخلي لك الزبده زي الخض بتاعه الخضاضه بالظبط، بتاعه القربه بالظبط. تمام. جبنه الخضاضه بمناسبه ما قلنا كلمه خضاضه دي انا ما بحبهاش، ليه؟ بتبقى ناشفه. لو انا جبتها وبقيت عندي يوم بتنشف، لو انا جبتها وخزنتها في المش بتنشف. تمام. يبقى جبنه الخضاضه ما ينفعش انك انت تخزنيها في المش. تعالي بقى دي الاضافه اللي انا بقولك عليها اللي هتخلي لك الزبده زي خض القربة تمام. شوية المية دول كده كده الجبنة أصلا كانت عندي في التلاجة، فالمية بتاعتها ساقعة وحطيت منهم دول بقى بيخلي لي الزبدة عندي هتشوفيها دلوقتي لونها أخضر وجميل وحلو قوي. بجد بجد هتلاقيها حلوة أحلى من خض القربة كمان وأنضف.
في ناس ما بتحبش خض القربة تقول لك علشان النفخ فيها والنفس، وفي ناس ما بتحبش خض الايد ويقول لك عشان الايد، فبنحاول نراضي هنا وهنا. فاهو اشتغلنا بالمضرب السلك، وحطينا برضو اللي بيكون في خض القربة معاها هنا برضو، والنتيجة ممتازة. تمام. يعني حطينا شوية الشرش اللي هي مية الجبنة، خلت شايفة الزبدة عندي خضرة كهرمان كده جميلة قوي. كمان لسه هضربها دقيقتين كمان لما شكلت اهي كده، شكلت بقى جميلة وحلوة قوي. تعالوا بقى كده نصفيها. المرحلة دي بقى أهم مرحلة في الزبدة. ليه يا ام يوسف؟ المرحلة دي زي ما قلت لكم أهم مرحلة في الزبدة. لازم أعصر الزبدة بتاعتي حلوة قوي أهي. شايفة الزبدة عندي؟ اللهم بارك. ولا خضاضة ولا قربة قصدي، ولا تخضي في قربة، ولا تغلبي نفسك، ولا أي حاجة خالص. اشتغلي زي ما بقولك في الفيديو وهتطلعي نتيجة ممتازة. جبت شوية مية فيهم شوية تلج حلوين كده، وببدأ أعصر كل الزبدة اللي عندي. استنى لما ناخد الطبق ناحيتنا كده علشان ايه ما نشنطش قوي يعني، او ما نمدش ايدينا قوي. تمام. هفضي بس ده، وبعد كده هبدأ أعصر الجبنة الزبدة بتاعتي كلها. وكده دي مرحلة ان انا حولت القشطة لزبدة حسب ما انت عايزاها. عايزه تاكليها قشطه وبتحبيها قشطه وتحطيها على الحلويات اللي يعجبك، تاكليها مع الفطير برضو اللي يعجبك. عايزه تعمليها الزبده وتحولي الزبده لسمنه عشان تسيحيها وتاكلي بيها الاكل الطبيخ، مفيش مشاكل اللي يريحك انت. تمام. اهو في ناس بتطلبها مني قشطه، وفي ناس بتطلبها مني زبده، وفي ناس بتطلبها مني سمنه. فكل واحد حسب طلبه، كل حاجه طبعا وليها سعرها. تمام. اهو هنطلع بقى كل اللي في الحامض بتاعنا ده ومش هنرميه برضو، مش هنرمي اي حاجه خالص من الانتاج بتاعنا. هوريكي دلوقتي هتعملي بيه ايه، حاجه هتاكليها احلى من الجبنه كمان، واحلى من اللي انت بتشتريها من المحلات كمان. طيب اخدت بقى كل الزبده اللي عندي دي، وتعالي بقى كده نركن دلوقتي ونشوف الزبده بتاعتنا علشان نغسلها كويس. ودي المرحله الاهم خالص اللي انا بقول لكم عليها، ان انا اغسلها علشان ما تمررش معايا. لو انا خليت الزبده شلتها من الحامض على طول، كورتها ووزنتها وشيلتها، ده السبب اللي هو بيخليها تمرر معايا. هنا بقى المرحله دي لما انا بغسل الزبده كويس تقوم ما تمررش معايا. لو قعدت 100 سنه في الفريزر، مش بقول لكم سنه، 100 سنه على ضمانتي انا. تمام. واللي تاخد مني حاجه تلاقيها ما يشحق تقول لي، وبيني وبينكم ربنا انا بديكم احلى حاجه علشان خاطر محدش يقدر يقول دي حاجه بايظه او حاجه مغشوشه او حاجه كاني او ماني. والحته التانية، انتوا في الاول اول حاجه انتوا حبايب قلبي ونور عيني، وما اقدرش ان انا اديكم حاجه وحشه. تاني حاجه بيني وبين ربنا، ربنا ما يبقاش يسالني على حاجه مش مستاهله ويحاسبني عليها هناك في الاخره، وانا ما اقدرش اجيب بدلها هناك. فهمتوا؟ فالمرحله الاولى علشان انتوا حبايبي ولازم اديكم حاجه حلوه زي ما انتوا معايا في الشغل بتاعي، لازم اديكم حاجه نظيفه. تاني حاجه بيني وبين ربنا بقى، ربنا يسالني ما يحاسبنيش على حاجه مش مستاهله. تمام. اما يبقى لينا احلى ما يبقى علينا. وزي ما قلت لكم في الفيديو اللي قبل كده، يا بخت من زكاه في بيع وشراء. اللي بتبيع مننا او فاتحه مشروع خليها عليكي شويه. اما تخليها عليكي شويه ربنا بيرزقنا من واسع فضله، والله ربنا بيرزقنا وبيعوضنا احلى حاجه. يعني لو انا هخسر في الحاجه 5 جنيه و10 جنيه، ربنا هيرزقني بال10 جنيه دي 20 و30 و40. ماشي. كورنا الزبده بتاعتنا زي ما انتم شايفين، وبسم الله اللهم بارك، حاجه كده جميله. والميه الساقعه دي بتخليها جلسه معاكي وحلوه، تلميها سهل. انما لما بتحطهاش في ميه ساقعه وتغسليها في ميه عاديه من الحنفيه بتسيح معاكي وبتغلبك. انما كده شايفه بعصر فيها ايدي مش مدهنه خالص من بره. وده اللي بيعرفك من الزبده البلدي الصح او الزبده المغشوشه. الزبده المغشوشه لان بيبقى عليها سمنه ودهون، بتبقى مخليه ايدك كلها بتلمع، كلها سمنه بتلمع. ماشي. ومهما تغسليها بتفضل مجليطه شويه او فيها دهون شويه. انما الزبده البلدي ما بتسيبش اثر في الايد الا ان كانت لا قدر الله الجو حر وهي سايحه. ده اللي بتسيب اثر في الايد سمنه بيضه مش سمنه بتلمع. تمام. هقول لك الوقت تعرفيها ازاي لو هي مغشوشه، او انت اشتريتيها من حد وتجربيها ازاي تعرفيها ان هي بلدي. تعالي الاول هنصفر الميزان بتاعنا ونوزنها، وهقول لك واحنا بنوزن الوقت ازاي انت تعرفيها اذا كانت مغشوشه ولا لا. هصفر بس الميزان وبعد كده هنكمل. اخدت عندي ايوه بهزها كده الهزتين دول علشان خاطري لو فيها ميه تتصفى. تمام. اهو لازم اعصر شويه بايدي بس مش بدوس جامد بقى عشان ما بوظش الرطل معايا مساوي حلو. انا بمسح بس الميه اللي عليه من على الوش. تمام. عشان يبقى ميزان صح. وبيني وبينكم ربنا انا لما ببيع لحد حاجه، انا نفسي لما الحاجه توصل لاي حد فيكم يوزنها. انا ببقى مبسوطه لما هو يوزنها. هنا كيلو ونص، هي كيلو 600 جرام، اعتبريهم كيلو ونص لان احنا برضه في الميزان لما بنبيع بنحط شويه في الميزان. تمام. كده كيلو ونص زبده، احسبوهم انتوا زي ما تحسبوهم، شوفوهم بكام. تمام. والحليب عندنا زي ما قلت لكم ب 20 جنيه كيلو على 40 جنيه. تمام. طيب تعالوا بقى هنا في الجبنه. وقبل ما نعمل الجبنه كان في حته كنت بقول لكم عليها هقولها لكم، فكروني هي ايه وانا بعدل في الحصيره كده. بصوا بدوس بحرف الحصيره من هنا وحرف الحصيره من هنا وادمج.
تمام كده. بمسك من هنا ومن هنا وبدمج كده واروح قلباها بقى. الحته اللي فيها الخطوط دي بخليها فوق على الوش. ليه؟ لان انا حاطه الجبنه على الحرف. تمام. ببدأ بقى اشيل حصيرتي، بدمجها الاول وبرجع اقلبها. الحته اللي انا دمجتها الاول علمت من العصيان، فبخليها هي بقى على الوش. تمام. باجي هنا بقى لو لقيت الحرف مش متساوي بسويه، لو لقيت الوسط تخين قوي بشد منه ولاش ناحيه الحرف، لو لقيت الحرف كتير قوي او مش مظبوط او مش ناعم بحاول انعمها علشان حته الجبنه عندي لما اجي اقطعها تبقى ناعمه. شايفه القلبه اللي انا قلبتها دي؟ هي دي اللي انا قصدي عليها. بتبقى الحته اللي هي مخططه بتبقى هي على الوش، فخلاص بتجيب لي جدران الحصيره من فوق وهي متعلقه بيبقى مظبوط. بعد كده بجيب اللي فوق ده بجيبه تحت وانا بحطها في الطبق. تمام. شايفه بفرك بيها ازاي؟ بالحصيره نفسها بتنعمها لي، وفي الوقت نفسه بتخليها مخططه كده وشكلها جميل. تمام. تعالوا بقى نعلق الحصير بتاعتنا لغايه ما افتكر احنا كنا بنقول ايه. تعالي جينا هنا بقى في المنور بتاعنا. انا عامله المسمارين دول في المنور. المنور ده عندي ليه باب يعني تمالي سنه صغنونه كده وتخشي منه، طوله متر كده او متر وربع. بخش منه واعلقهم جوه وهو مبلط برضو، بنتنزل كل الميه اللي فيها وبمسحها بعد ما بشيل خالص الحصيره. تمام. وتاني مره لما باجي احط تاني بحط فيها. والمهم ان انا اجيب بقى حته قماشه، لو انا هبيت الحصيره بغطيها بنفس الشكل كده كلها بالطول، انما لو مش هتبيت ده الجو نهار وانا بقطعها المغرب، هنيجي مع بعضينا دلوقتي المغرب برضو نقطعها. طيب وعلقت التانية برضو بنفس الشكل. وتعالوا بقى هنا عند الشر. بالمناسبة الحاجة اللي انا كنت ناسيها، لو حد معايا لغاية دلوقتي افتكرتوها، حتة الزبدة. ازاي اعرف الزبدة المغشوشة من اللي مش مغشوشة؟ لو انا مثلا بعت لأم يوسف دي جابت لي زبدة، اول ما بتجيب الزبده بتاعتي باخد حته من الرطل اللي عندي او حته من الكيلو اللي انا شارياه واحطها في طبق ألمونيا صغنن على البوتاجاز. هتسيح معايا. لو بدأت تدي حمار من على الحروف دي سمنه بلدي، بدأت تغلي في الطبق ما اتحرقتش دي مش سمنه بلدي. تمام كده. وجربوا من اي حد في نص رطل او في نص كيلو، وبعد كده يبقوا اعملوا اللي انتوا عايزينه او اشتروا او ما تشتروش يعني. فضيت كل طبعا الطبق الازرق ده او البنفسجي ده كان فيه شرش كنت شايلاه من الصواني علشان كان هيتكب على الرخامه. كملت بقى الباقي اللي في الصينيه دي عليه وحطيتهم في الطبق الاستانلس او الالومنيا عندي حسب ما هغلي، واغليهم على البوتاجاز. وتاني يوم بقى لما نيجي نقطع الحصيره هقول لكم هنعمل فيهم ايه. جبت القماشه بتاعتي دي، القماشه اللي انتوا كلكم بتسالوني عنها. القماشه دي حوالي ربع متر او نص متر، بخيطها من الثلاث جوانب واقفلها كويس وارفيها كويس، وبعمل لها دكه كده زي دكه البنطلون بتاع الطفل الصغنن كده، واحط فيه اي قماشه عندي. اللي انا طلعتها من الميه اللي قدامكم دي ده الحامض. اللي انا طلعتها دي حته زبده بتبقى في الحامض ده. الحامض ده بنعمل به ايه؟ في ناس بتحب تعجن فيه، بس انا بيني وبينكم بيبقى مدي مراره للعجينه شويه، مش بحب اعجن بيه، بحب اعمله بنفس الشكل. والحته دي لو انا كونت كميه كبيره اقدر اعمل بها الكشك الصعيدي. لو عايزين فيديو للكشك قولوا لي وانا ابعته لكم في التعليقات. بعمل بيها ايه؟ الكشك الصعيدي اللي هو خزين الفلاحين ده. الخزين عندنا طول السنه بنعمله في موسم طلوع القمح، بيبقى اللحم لسه جديد. ببقى مكونه كميه من المش زي كده بالظبط. الحامض ده ببقى عاملاه مش زي ما هوريه لكم في اخر الفيديو، وبعجن بيه الكشك. تمام. ليه مراحل كتيره يعني، مراحل كتيره. هربط بقى القماشه بتاعتي بنفس الشكل عشان ما فيش حاجه تخش فيها، وبعلقها في المطبخ زي ما انتم شايفين في اي ضلفه المطبخ، ضلفه مطبقيه، اي مسمار عندي معلق على الحوض كده يعني. واحط الطبق تحتها بنفس الشكل كده. بتاخد يوم سليم، مش زي الحصيره بتاخد 12 ساعه او 10 ساعات، انما القماشه دي بتاخد يوم سليم. طيب علقتها وسبتها وجيت هنا لشويه الشرش اللي كنا حاطينهم بيغلوا. اللهم بارك، عبال ما حلقنا عبال ما عدلنا القماشه بتاعتنا كانوا غلوا. هطفي بقى عليهم بنفس الشكل. هوريلكم لونهم بقى هيبقى تحفه بعد ما يهدوا كده شويه، وبلاش الجبنه اللي فيهم دي تهدى لتحت. في المرحله دي لو عايزه ازود بهم الزلعه، او الزلعه عندي الشرش بتاعها تخين، ببدا احط فيهم ميه ملح وشطه وهما بيغلوا، وازود بيهم المش القديم. تمام. المش القديم عندي لو تخين قوي ومجعلص كده وتخين، بغلي شويه زي كده او شويه حليب واحط فيهم ملح وشطه واحطهم يغلوا كده. اخدنا طول النهار في الجبنه. جيت المغرب ما بحبش ابيتها بقى في المنور، علشان برضو لا قدر الله ايوه احنا حاطين سلك فوق في المنور، بس بتخافي حاجه برضو برص صغنن او حاجه يعدي من بين السلك ويعدي على الجبنه، ده طبعا بيبقى خطر. علشان كده بنغطيها لو احنا هنبيتها بالليل. وانا عموما ما بحبش احطها بالليل، بحب اخليها بالنهار كده علشان قبل المغرب بكون قطعتها زي ما انتم شايفين. في النهار تلاقي دايما ما فيش حاجه بتسرح زي الليل يعني. جبت الجبنه عندي وبسم الله اللهم بارك اهي
كنا الفيديو اللي قبل كده كنا معلقينها في بير السلم وبهدلت لي الدنيا بصراحه، بهدلت المدخل وبير السلم وبهدلت الدنيا، لانه كانوا 3 حصاير. كنا عاملين 40 كيلو جبنه، 40 كيلو لبن، وكانوا ما شاء الله اللهم بارك الكميه كانت كبيره، فكانوا 3 حصاير كبار وبهدلوا الدنيا. طول النهار المدخل فضل كده فيه ميه. المهم الجبنه عندي اللهم بارك جميله اهي، دي عكس عصايه صغنونه كده من الحصيره، من الثمره بتاعه الحصيره، تمام، النبته بتاعتها، تمام كده. طيب هنا القماشه بتاعتي معلقه اهي، بس كده اخدت 12 ساعه بس ولا 10 ساعات بس بتوع النهار. لا انا هبيتها بقى لتاني يوم الصبح في المطبخ برضو، نقلتها بقى بعيد كده على الحوض علشان اعرف اقطع الجبنه بتاعتي. وجبت سكينه سلاحها رفنع وما تكونش مشرشره. لو سلاحها رفنع وحلوه مشرشره مفيش مشاكل، بس ما تكونش تخينه عشان سلاحها لو تخين بتفشول معاك الجبنه. شايفه الجبنه عندي بقى زي الزبده، لا هي طريه ولا هي ناشفه مفتوله ولا هي مش مسويه، وحته الجبنه بتاعتي قاعده بقعدتها ومسويه وجميله وفي الوقت نفسه ناعمه، يعني حلوه قاعده. الحصيره عندي نظيفه منها، ما هياش مرطرطه ومبهدله، وفي الوقت نفسه حته الجبنه مظبوطه وجميله، وفي الوقت نفسه يعني قصدي ما هياش كده مفتوله كده ومش حلوه، لا طريه وزي الزبده، زي جبنه الشتاء، ويمكن احلى كمان من جبنه الشتاء. تمام. جبت طبعا الميزانه بتاعتنا اللي كل طول النهار بنجيبها ونوديها، وصفرناها وحطينا الطبق، وهنصفرها تاني على الطبق بحيث ان هي تكون صفر عندي، علشان بحب اوزن بالطبق علشان تبقوا عارفين معايا الميزان والدنيا. بس كده ابدا بقى ارش حبه ملح، وما تخافوش الملح اللي انا بحطه بخصمه عليكم تاني، يعني بخصمه عليا تاني من الميزان، لان ده مش الميزان الاخير، ما بوزنهاش الاخيره الا لما بتبيت يوم في التلاجة وتصفي ميتها خالص، عشان بيني وبينكم ربنا ما يسألنيش على شوية الشرش اللي هم هيبقى عبارة عن قطعة جبنة صغنونة، لا انا بسيبها لما تتصفى تاني يوم وابدا اوزن وابيع للي هي عايزاه. تمام. بس كده. طيب هملى الطبق ده بقى من سواء الحصيره دي او الحصيره دي، ما شاء الله اللهم بارك. شايفين بقى قطعه الجبنه؟ بالله عليكم اكتبوا لي تعليق حلو بقى كده، بسبب حته الجبنه الجميله دي اللي معموله في الصيف، وهي اصلا المفروض تبقى معموله في الشتاء، الشكل بتاعها كده. تمام. او حته الجبنه برصها بنفس الشكل اللي انتوا شايفينه ده، بحط حته الجبنه حاطه مظبوطه وما بحطش فوق بعضيه، هي رصه واحده بس في الطبق. ليه يا يوسف؟ علشان خاطر لو حطيت رصتين فوق بعض الدنيا بتبوظ، وحته الجبنه عندي بتبقى مش مظبوطه، وكمان حته الجبنه عندي بتبقى مفتوله ومعوجه وشكلها مش حلو. لا، زي ما بحب احط الحاجه في الطبق شكلها حلو وكلها شكلها حلو، زي ما انا ابيعها برضو للناس شكلها حلو. تمام. شوفوا هنا طلع عندنا قد ايه في الطبق، هنوزن بقى الطبق التاني برضو ونصفر عليه ونشوف نكمل ميزاننا. بسم الله اللهم بارك. ربنا يهديك يا دي الميزانه والله. اي صفرناها، ما تخافوش خالص من ده، الملح ده مالكمش دعوه بيه خالص، انا بظبط لكم الميزان وربنا شاهد عليا ويعلم بيا يعني انا بعمل ايه في الميزان اللي تبعكم. بس كده. حتى لو مش هبيع، لو الحاجه بيني وبين ربنا، ربنا اللي عالم الواحد بيعمل فيها ايه، يعني علشان احنا اول حاجه متعلمين من امهاتنا ان احنا نخلي ربنا قدامنا الاول، وبعد كده الرزق بقى والقرش والكلام والمكسب والحاجات دي كلها، المهم ربنا الاول عشان ربنا يبارك لي في اللي جاي لي. تمام. انما انا لو حطيت في بالي المكسب، ما انا هغش وبهدل واعمل واسوي، وبعد كده القرش اللي هيجيني لا قدر الله عيل يعيا ياخدهم كلهم، يبقى انا كده لا استفدت بيهم غير تعب العيل قدامي. دول طلعوا حوالي 2 كيلو، التانيين حوالي 3 كيلو، اللهم بارك حلوين قوي، مالكمش دعوه بالميزان ده. الميزان ده بوزنه بعد ما بتصفط ميه الجبنه خالص، بوزن لو انا حد عايزها من الحصيره بنفس الشكل، بوزن الكيلو كيلو وربع. ليه؟ علشان خاطر الربع الزياده ده بيتصفى ميه عندها هي، ربنا برضو ما يسالنيش لما بتقعد عندها هي يوم بقى وتوزنها تلاقيها بكيلو مظبوط، وتكون صفت ميه حواليها بتوزنها من غير الميه تلاقي الكيلو مظبوط وزياده كمان. دي كانت الجبنه عندنا اللهم بارك حوالي 5 كيلو جبنه من 20 كيلو حليب. تعالوا بقى، ده المش بتاعنا، وده كان جبنه تانية بتاعت فيديو تاني. ده المش بتاعنا بعد ما اتصفى تاني يوم. تمام. بدأت جبت القماش عندي وفضيته بنفس الشكل، وبمعلقه بنزل كل اللي فيه، او بايدك لو ايدك نظيفه مفيش مشاكل، وبتحطيه في الطبق بنفس الشكل، او في علبه بلاستيك وتقفليه وتحطيه في التلاجة. عايزه تحطي عليه بقى زيت زيتون، عايزه تسلقيه بيضه وتحطي منه عليها كده معلقه، عايزه تاكليه بالعيش الناشف الملدن، عايزه تاكليه بالعيش الخبز الملدن او البتاع اللي يعجبك. بدل ما برمي الشوية الحامض، لا بعملهم الحاجة دي. ده بيوزن معايا نص كيلو كمان، وبيتباع برضه وبيتاكل، وده اللي انا قلت لكم بيتعمل بيه الكشك. ماشي حبايبي؟ يلا كده يعتبر الفيديو عندي انتهى، وانا شرفتوني النص ساعة دول، ربنا يبارك لي فيكم ويحفظكم. لو حد معايا لغاية دلوقتي يدعم بس الفيديو بلايك، لو اخدت اي معلومة هتكرميني باللايك اللي انت هتحطيه. ودول كانوا جبنة تانية، شايفين الشرش بقى عندنا لونه جميل ازاي جنب البوتاجاز. يلا حبايبي اشوفكم على خير ان شاء الله في فيديو